السكيلز بشكل عام انا ما حطيتهاش هنا، بس نقول السكيلز عندك الجوب سكيلز والانترفيو سكيلز. الانترفيو سكيلز عندك التكنيكال والبيهيفيرال والسيستم ديزاين. تمام. فاوفر فيو بشكل عام كده احنا فين؟ احنا في المنطقه دي. we are here. انت عندك السكيلز بتاعت الجوب نفسها، لو انت فرونت اند باك اند سيستم بروجرامينج ايا كان انت بتشتغل ايه، فدي السكيلز اللي انت محتاجها علشان الشغل. خلينا مثلا نقول انت فرونت اند فمحتاج ايا كان الكلام ده، صح؟ الحاجات دي انت محتاجها في شغلك. انما الانترفيو سكيلز مختلفه شويه. دي الديل او العقد اللي انت بتعمله ما بينك وبين الشركه، هو ده الاتفاق. لو مش هتعمله مش هتدخل الوظيفه اصلا علشان تحل او تستخدم الادوات دي. اوكي. اوفر فيو بشكل عام السكيلز اللي انت محتاجها علشان الجوب، في السكيلز اللي انت هتستخدمها فعلا في الجوب كل يوم اللي هي ايا كان التك ستاك اللي انت بتشتغل بيها يعني. وعندك السكيلز التانية اللي تخص الانترفيو، ودي متقسمه انواع. تكنيكال ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، اللي هو داتا ستراكشرز الجوريزمز باترنز اللي انت بتطبقهم عملي عن طريق ليد كود، ان انت تحل مشاكل ليد كود. وعندك البيهيفيرال انترفيو، ده بيبقى شخصي سوشيال سكيلز يعني سوفت سكيلز، ممكن نبقى نشوفه بعدين. وعندك السيستم ديزاين، ما اعتقدش ده للناس البيجنر قوي، ف ممكن يبقى irrelevant يعني بالنسبه لنا، بس مهم يعني يخص السيستم نفسه. تبني سيستم ازاي، اللي هو غالبا حاجه زي how to design shortural.com ازاي تعمل سيستم شورتنر او شورت يورل، عارف اللي انت بتحط فيه put a long URL get a short URL، حاجه زي كده. ازاي تعمل ديزاين لسيستم زي ده، فده الانترفيو اللي المفروض انت بتجاوب فيه على حاجه زي دي. فغالبا ملناش علاقه بيه قوي يعني. ماشي. احنا تعاملنا مع بعض هيبقى بخصوص الجزء التكنيكال ده، ويمكن بعدين نتكلم في حاجات تانية، بس يعني حاليا احنا هنتكلم في ده structures and algorithms يعني.